القرابه اللي جوه النادي عشان تجيب سندوتش تقعد على الكرسي تقوم المسمار خلع لك المنطلون. لا المنطلون بقى لا المنطلون ايه ده يا جدعان في ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدي قناة المايسترو. حلقتنا النهاردة تحت عنوان الكوكب الأبيض. كوكب فيه الناس غير الناس، أفكار غير الأفكار، عقول غير العقول، اهتمامات غير الاهتمامات، أخلاق غير الأخلاق. القرابه اللي جوه النادي اللي ما فيش حمام حد تخش تعمل حمام تروح نادي الترسانه عشان تجيب سندوتش تقعد على الكرسي تقوم المسمار خلع لك المنطلون. المسمار خلع لك المنطلون. ايه ده يا جدعان في ايه؟ عاوز تعرف أو تتعرف على نادي الزمالك مش هتلاقي أحسن من قناته. جنينه الشجر عامل كده والعيال واقفه ورا الشجر تعمل حاجات خارجه عن الادب، واخد بالك؟ ويجي مرتضى منصور في اول ما كان عضو مجلس اداره وانا واقف جنبه لقيته جايب الجنايني وجايب مقص وبيقص الشجر. ليه؟ عشان الحاجات اللي كانت بتحصل ان رئيس النادي فوق قاعد مش دريان. احنا اللي سيرتنا بقت على كل لسان. لمنا بقى لمنا تاني والغلبان يا بنته بقالنا 10 سنين ماضيينها بوس بتقول بوس كنتوا بتبوسوا بعض ده نهاريها بوس. أي نادي جماهيره بتفتخر ببطولاته وانتصاراته إلا جماهير نادي الزمالك وإعلام نادي الزمالك اللي هتشوف فيه العجب. وعلشان كده تعالوا نسمع ونشوف في الكوكب الأبيض وفي قناة نادي الزمالك إزاي بيقيموا الإنجازات والناس دي شايفة ناديها إزاي. مياه نادي الزمالك من الخارج ومن الداخل قبل تولي المستشار مرتضى منصور رئاسة النادي في 30 مارس 2005. عاد مرتضى منصور بعد 9 سنوات مرة ثانية لرئاسة النادي. ادعوا له ادعوا له يخرب بيت ابوه، ادعوا له ادعوا له يخرب بيت ابوه. عاد ليجد دورات المياه لا تصلح للاستعمال الآدمي ولا تليق بأعضاء النادي المحترمين. لا يا سادة، ده مش معقول. هذا ليس بعدل ولا يمكن أن يكون بعدل حتى قضاء الحاجة. في تفرقة إننا نطالب بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان. ايه ده يا جدعان في ايه؟ وعدم تواجدها بالعدد الكافي والشكل الآدمي ليست له علاقة بالتهذيب والإصلاح، ولكن له علاقة بأمراض البروستاتا والإمساك المزمن وريحة عراق كل زنيلة. ودي بقى الخرابة اللي كان بيزعم إنها حديقة. لا الخرابة لا. ليه الخرابه لا؟ لا اوعى تقول والله ما انت اللي معاك. يا ريت يا جماعة كل اللي شايف الحلقة دي لو مش مشترك يشترك، والمشترك ما ينسناش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والتي ادعى بأنها تكلفت 7 مليون جنيه. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ 7 مليون جنيه. عجبا لكم أيها المصريون، تسخرون من اللغة العربية الفصحى وهي لغتكم الأصلية. خرابة لا تصلح أن تكون حديقة للحيوانات. بموت في الشتيمة، بموت في الشتيمة، وبخني. وليست حديقة يستعملها أعضاء محترمون في ناد محترم اسمه الزمالك. جنينه الشجر عامل كده والعيال واقفه ورا الشجر تعمل حاجات خارجه عن الادب. ويجي مرتضى منصور في اول ما كان عضو مجلس اداره وانا واقف جنبه لقيته جايب الجنايني وجايب مقص وبيقص الشجر. ليه؟ عشان الحاجات اللي كانت بتحصل. انا كنت بقول ايه يا عيال؟ كنت بتقول طهرنا الارض وشطفنا العرض. خلاص النهارده ما بقاش عيد البانجو، بقى عيد الاحتفال بابطال عزبتنا. شوفوا المجاري طفحة في كل مكان. بعمل حمام سباحة للعيال بتفوح الروايح منه. أيوة وبيتقل علينا منه. خرابة كانت ملاذ للبلطجية من غير أعضاء النادي يرتكبون فيها الأعمال المنافية للآداب. في ايه يابا؟ هو غلط في ايه؟ ما هو فعلا كان واخدني في الخراب. مش زبال يعني؟ ولا انت اسم الله شايفه مدير بنك؟ ويتناولون فيها المخدرات علنا. ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل حبيبي. منشآت حقيرة غير نظيفة
مقززة لا تليق بأعضاء نادينا المحترمين. دي صور المبنى الاجتماعي الحالي الذي توجد به الإدارة، مبنى غارق في مياه المجاري لا مؤاخذة. دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. انتوا بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاية من الشعب المصري ورايحة للشعب المصري. ودي حدائق ألعاب الأطفال الجمال قبل تولي المستشار مرتضى منصور رئاسة النادي. ألعاب رخيصة، خردة، أرضيات ترابية خشنة، كان بسببها تحدث إصابات يومية لأطفالنا الأعزاء. وأنا من هذا المبنى أحب أوجه كلام للسيد المسؤول رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن لازم قدامكم يكون حل من اتنين تحلوه، يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكلى. وبعد ما سمعنا وشفنا التقرير اللي ريحته وحشة اللي بيتكلم عن الخرابات والحمامات والبلاعات والحشرات، تعالوا نعرف الحقيقة ونشوف مين اللي عمل الإنشاءات في نادي الزمالك ومين اللي خدها على الجاهز. احنا فاضل علينا عشان نوصل بالمبنى ده 20 مليون. أحلى حاجة في الفيديو ده هو وجود الكابتن محمود الخطيب أيام ما كانت الرياضة فيها احترام، أيام ما كانت الرياضة أخلاق، أيام ما كان فيه الأهلي والزمالك. 25 لا لغاية ما أنت واقف مفيش علينا زيوت. أنا عندي مشكلة. ما عليناش زيوت لأن أنا ماشي بجدول كويس مريح. أنا علاقتي من الجنون العرب علاقة كويسة. محدش بيعمل له حاجة، محدش بيعمل له حاجة، طايح في البلد. الواطي لما تكشفه يبجح، ولما تواجهه يقبح، ولما تسيبه وتمشي يلقح، ويدور على عدوك يقعد معاه ويسبح. عشان بس على المشروع 1750 متر، 3 ادوار، يعني انت بتتكلم في حوالي 5500 متر. 5500 متر بتاع في الذروه 12,000 صعود، عامل فيه 4 مطاعم وعامل فيه صالات بلياردو. افتكر الرسالة كده وصلت، المسج وصل. لو عاوز تتعرف اكتر على نادي الزمالك مش هتلاقي افضل من رئيسه يتكلم عنه، اللي هو الاب الروحي لكل جماهيره. الرمز والتاريخ، تاريخ مين؟ انا مش عايز اتكلم اكتر من كده، مش عايز اقول مين اللي كان بيقعد يلعب قمار طول النهار في نادي الزمالك، وكان بيتقاسم مع اللعيبه في الفلوس. عيب، رمز ايه وزفت الطين ايه؟ ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخ، عايزين نطلع الطيار. الناس ما تعرفوش بقى، مكان المسجد ده كان خماره. تخيل والله كان خماره، كان الناس بيشرب فيه خمره في الدور الثاني، معمول خماره. وكان بعض المسؤولين في النادي كانوا يجوا يشربوا خمره فوق في المسجد ده. الناحيه الثانيه كانوا بيتلعبوا قمار. تخيل. البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. يمه المطهر 7 مرات 7 مرات 9 مرات. يلا والوطنيه والكبرياء. الراجل اللي اخترع الترماي عنده اللي هو البلجيكي، تمام، هو رئيس نادي. الراجل ده راجل ليه يعني كعيله، حتى السفير بتاعهم لما جه قال لي ده جدي سفير بلجيكا في مصر. ده نادي عريق، نادي عظيم. سؤال صعب، سوم الفنان يقول ايه لسوم الانسان؟ بس عايز اقول ان في مواقع، في شويه بنات صيع عاملين موقع اسمه المختلط. هم مش واخدين بالهم الصوره اللي حاطينها بتاع المختلط ده صوره مرزباخ اليهودي او رئيس نادي الزمالك. مرزباخ الله يخرب بيتك انت امك انت وهي. مرزباخ ايه ده يهودي؟ اهو صورته هي اليهودي. ايوه قلتش حاجه انا بقى، اسكت يا هو اللي بيقول. ده تاريخ من 1911، وانا لما اطلقت عليه 2014 نادي الوطنيه والكرامه، انا مش كنت جايبها من الهوا، هو فعلا نادي الوطنيه والكرامه. اوعى تنزلوا بمناخيرنا الارض. من وعده والنبي يا ريس، كفايه بقى ده كمان وعد. اقول لك حاجه، موقع عبيط كده اسمه المختلط، تمام، عاملين شويه بنات سفل. عارف سفل ليه؟ لانهم حاطين صوره مرزباخ او رئيس نادي اليهودي. تخيل، مرزباخ اليهودي حاطين صورته
يعني شوف وصلنا السفاله انهم حاطين صوره اليهودي. طب حط صوره نور الدهن، حسن حلمي، عامر، جلال ابراهيم، حاطين لي صوره واحد يهودي من 1911 وانتوا كنتوا فين؟ الاصل يدور، الاصل يدور. يعني تعال نروح لجورج رونالدو مازرباخ، ابن حفيد مؤسس نادي الزمالك، وهو بيحفز اللعيبه. انا وطني بنشد وبطنطن واتباهى بمجدك يا وطنطن، جالتك طول عمرها رجاله. انا وطني وطني ومتحضر، بالرمل الاصفر متخضر. جورج رونالدو مازرباخ. تعال نشوف بيقول ايه لعيبه الزمالك ونرجع نكمل حوارنا. يلا بينا. Hello, I am the great nephew of George Meyersbach. الواطي واطي لو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. قولها ورايا. الواطي واطي لو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. الواطي واطي ولو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. Who create your football club Zamalek more than 100 years ago. I have the same name and the same blood as him. Today, I want to send you صلاة النبي أحسن. a message to encourage you for the important game of tomorrow, your game, and make us proud. You are writing the history of the club. هو ايه الحكايه يا اخوانا؟ خلصونا بقى لحسن اترككم وامشي. تمشي تروح فين؟ انت خلاص بقيت في المساعد يا ليشع. مبروك علينا، مبروك علينا. So don't give up. Remember, you are the white knights, and nothing can happen to you. Come on, I will support you from Belgium. I wish you all the best. وطلع كل ده في البسكوت. بارانويا 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 شيزوفرينيا. كان معكم محدثكم نادر سيف الدين من امام احدى بيوت الدارة. باي باي يا قطة. هبعتلك محامي. شكرا لكم على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات المايسترو. ما تنسوناش بدعم القناة بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong.